ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فوزي عبده في اول حلقه هقدمها لكم وهتكلم فيها عن مهندس حديث التخرج اللي هو مهندس المدني التنفيذي اللي هو مهندس الموقع. طبعا انت لسه متخرج من الكليه وهتنزل الموقع عشان خاطر تتدرب. اول حاجه انت هتقابل النجار وهتقابل الحداد وهتقابل جميع الفئات، جميع الصنايعيه. حاجات مهمه لازم تمشي عليها عشان يبقى ليك شخصيه في الموقع. لو ما مشيتش عليها ممكن تغفلك في الشغل ويضحكوا عليك وانت ما تكونش عارف وتمشي الدنيا وخلاص وخلص الموضوع. عامه انا جاي النهارده عشان اقول لك انت المفروض شخصيتك تبقى قويه ازاي في الموقع في بدايه حياتك كمهندس حديث تخرج. هقول لك بعد الفاصل. رجعت لكم تاني. اول حاجه مهمه جدا انك تعملها في الموقع، تنزل الموقع ما تهزرش مع حد، ما تضحكش مع حد، صنايعي نجار او حداد او عمال. كبدايه نزولك الموقع ما تهزرش مع حد، لازم يحسوا ان في مهندس قوي، لازم يحسوا بيك وهبتك. عامه رقم واحد ما تهزرش مع حد، ما تضحكش مع حد، اتعامل معاهم ميري. انت نازل مثلا تستلم قواعد، القواعد اللي انت نازل تستلمها ما تسيب لهمش ملي، ولو في اي غلط في المقاسات ما تعديهاش وما تسيبهاش. خد بالك هو ممكن يضحك عليك في حاجات كتير، نجار او الحداد، وانت طالما انت مش فاهم هيضحك عليك، انما لو انت فاهم مش هيضحك عليك. وبما انك حديث تخرج لسه اول مره تنزل الموقع، فلازم كده كده بيكون في مهندس معاك وانت نازل ما بتتكلمش، انت موجود عشان تسمع وتشوف المهندس اللي اقدم منك بيعمل ايه. بس انا بكلمك ان انت لما تنزل بعد المهندس، ما تنزل لوحدك بقى تستلم موقع، تستلم خنزيره، تستلم قواعد عاديه، تستلم قواعد مسلحه، تستلم عمدان، تستلم سقف، اي استلامات انت هتستلمها ما تهزرش مع حد وما تضحكش مع حد. انت ميري، انت جاي تستلم قواعد، انا جاي استلم قواعد، انت جاي تستلم عمدان، انا جاي استلم عمدان. مفيش هزار، ما تفوت لهمش الملي. ما انت لو فوتت ملي بعديها تفوت الثانيه، هوبا هيوصل لسنتي، هوبا هيطلع، هوبا الدور الاولاني الدور الثاني هتلاقي فيه ان العمود مش راكب على العمود صح، وهتلاقي فيه اختلاف في الحطط بتاعه العمدان. فانت لازم تنزل الموقع تكون مسيطر سيطرة تامة على الناس الموجودة والفئة الموجودة كصنايعية، نجارة أو حدادة أو أيا كان، تكون مسيطر في الموقع. دي شخصية المهندس الناجح. عايز تنجح؟ يعني أنا كنت مرة في موقع، كنت طبعا بعد ما اتخرجت بسنة كنت شغال في مكتب استشاري. المكتب الاستشاري المهندس ده مثلي الاعلى، مهندس ياسر انور، هو اللي معلمني كل حاجه، هو اللي علمني ازاي استلم وازاي اضحك على النجار وازاي ان النجار اصلا يكون معاه لوح احنا مديناها له عشان يصمم عليها الابعاد ويشتغل تنفيذي، وانا اجي له بلوحه ثانيه مختلفه كمحاور واستلم بيها. هو ما بيكونش عارف الابعاد اللي معايا، بس في نفس الوقت هي الابعاد اللي معايا بس عندنا مختلفه. فانا ما كنتش بسيب سنتي ولا بسيب ملي، والحداد ما بعدلوش حاجه، الشغل ما بعديش فيه اي حاجه. فمره من المرات المهندس الاستشاري بتاعي فجي بيقول لي ايه يا فوزي، هو انت النجارين والحدادين والناس كلها بتشتكي منك ليه؟ قلت له يا فندم انا ما عملتش حاجه. قالوا لي ان انت ما بتعدلهمش سنتي ولا بتعدلهم ملي ولا اي حاجه. قلت له يا فندم طب حضرتك عايزني اعملهم ازاي؟ قال لي لا، زي ما انت على نفس وضعك ما تتغيرش معاهم. ليه انا بقول لك كده؟ ان انت نازل تشتغل تستلم، ما تفوتش حاجه وما تسيبش حاجه للصنايعي اذا كان نجار او حداد او اي فئه من فئه الصنايعيه. كبدايه المهندس قبل 6 شهور على تدريبك المفروض تكون مركز جدا جدا جدا. بعد ما تحط نفسك وتعمل شخصيتك في الموقع عادي، انت ممكن تضحك مع ده وممكن تضحك مع ده وتهزر مع ده وتهزر مع ده، بس هم في الاول وفي الاخر عارفينك ان انت مهندس ما بتفوتش حاجه، ان انت مهندس بتستلم كما قال الكتاب، مهندس موقع بتنزل ارض الموقع بتتهز، الناس كلها بتخاف منك، ده المهندس جاي ده هيستلم، يا رب ده رب يعدي اليوم ده على خير. فاهم حاجه شخصيتك في الموقع تهتم بيها جدا جدا جدا، وتكون واثق من نفسك وما تخافش. تركز مع النجار هو بيوزن العمود، تركز مع النجار وهو بيقيس الحطط جوه بره، تكون مركز في المتر، عشان هو ممكن يكون اصلا لو في غلط عنده في المقاسات في الحطط ممكن تلاقيه شايل لك 2 سم، ممكن يكون شايل لك ال 10 سم كلهم وحاطط لك التيبل انت مش واخد بالك وبتقيسه في 10 سم اصلا انت مش حاسس بيهم. فلازم تكون مركز جدا. التركيز وعدم تفويتك لاي شيء في الموقع كاستلام اي بند من البنود لازم تكون مركز فيه جدا، ما تسيبلهمش حاجه. بعد كده هتلاقيهم هم اساسا عرفوا المهندس ده ما بيفوتش حاجه. فاحنا لازم نحافظ على شغلنا ولازم نعمل مقاساتنا صح ولازم نوزن العمدان صح. دي نقطه مهمه جدا. المهندس حديث التخرج انا حبيت ان انا ابدا بيها اول حلقه جيت اقدمها لكم، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هيكون ازاي تستلم الخنزيره. الى اللقاء، سلام عليكم.